223. هذا الغطاس الانج، شوفوا هذا هسه جاي يشتغل يسحب من البير عمق، نازل الغطاس 35 متر ويدفع انج على هاي الخمس الواح 1250 واط. تقدر تشغل على 1000 واط، هاي كل لوحة 250 واط، 30 فولت هاي الالواح. فهسه جاي يشتغل تقريبا 70%. بعد يعني بعد يصعد المي ماله، بعد يعني بعد الشمس مو قوية. وهذا المي ماله هسه نشوفكم الضغط ماله. ممكن يشغل مرشات، ممكن يشغل مرشات. بعد عندنا الاثنين انج والثلاثة انج منجز منها 40%. هسه ان شاء الله كل فلاح وكل مزارع يقدر يحصل على هاي التقنية، استخراج المي من الآبار بالطاقة الشمسية وبأقل كلفة. أنا همي الوحيد أن كل فلاح أو كل إنسان يحتاج المي يقدر يحصل على هذه التقنية بسهولة. شوف ما شاء الله المي مالها، شوف ما شاء الله المي. شوفوا ما شاء الله شلون مي. وبعد هاي جاي هسه يشتغل 70%. ان شاء الله فد ساعة انه بساعة ونص يقوم يشتغل 100% وتشوفون الضغط ماله. يشتغل على 5 الواح. هاي الالواح. وانا هسه الساعة 11. المقطع الاول صورته ب8 ونص، وبعدين صورنا بال10، وهسه الساعة 11. فشوفوا هذا المي ماله. يعني البارحة كان التصوير يعني شوي مستعجل والوقت يعني كان متأخر. فشوفوا هسه ما شاء الله المي ماله يعني راقي. انا عندي هذا البستان دون مو نص كافي عليه هذا، لان انتم تدرون يشتغل بدون قطاع، هو ما دام اكو شمس يشتغل من الصبح للمغرب. فمن الصبح للمغرب هوايه يعني تدرون من الصبح للمغرب ينطي ما. يشوفوا هذا المي اللي باللوح صار له بالضبط 20 دقيقة. هذا المي اللي باللوح صار له 20 دقيقة. هذا يعني تحسب يوميا من الصبح للمغرب، يعني الانج مو قليل. فشوفوا هذا يعني البارحة يعني اكو ناس قالوا اخاف ما مشغل على الالواح الشمسية، يعني ما معقولة 5 الواح تطلع هيك مي. لا انا اقول لهم لا تطلع هيك مي وهاي قدام العين، وانا ما مستعد يعني اقول لكم اجيب من غير مصدر، من غير طاقة، من غير مكان طاقة واشغل واقول لكم ما مجبور. وهذا الغطاس هسه جاي يشتغل على هاي ال5 الواح. 5 الواح كل لوحة 250 واط. وهاي جاي تشتغل. شوف هاي المصدر. هاي الساعة 2 الظهر وهاي اللوح. هاي الساعة 2 الظهر. هذا نفس الغطاس على 5 الواح طاقة شمسية، يشتغل على 5 الواح طاقة شمسية نفس الغطاس. هسه الساعة 2 الظهر.
تطلع. هذه 5 ألواح، جاي يشتغل على 5 ألواح، كل لوح 250 واط، يعني 1250 واط جاي يشتغل عليها فقط. وجاي يطلع مي، هذا المي شوفوا، هذا انج، ونازل 35 متر بالبيت. 1 بوصة، هذا 1 بوصة.